يوم الأربع من أسبوع الآلام. يوم هادي من بره، لكن من جواه مليان تفاصيل كتير. فيه انكشفت قلوب، وانفضحت كمان نوايا بعض الناس. اليوم ده دخلت مريم اللي عرفته وقعدت عند رجليه، اللي سمعته وصدقته، واللي حبته كمان من قلبها بجد. دخلت ومعاها قارورة طيب من الناردين، ومش بس كده، ده كان طيب من الأطياب الخالصة اللي بيتقال عليها إنها غالية الأثمان جدا. دخلت وكسرت القارورة وسكبت الطيب على راس المسيح ورجليه. وقتها ريحة الطيب ملت المكان، بس ريحة حبها كانت أعمق بكتير. مريم ما قاستش اللي هي عملته، ولا فكرت فيه ولا في إن الناس هتقول إيه عليها، لكن قدمت أغلى ما عندها، لأنها كانت شايفة إنه أغلى ما في الوجود. الناس وقتها اتهمتها بالتبذير، لكن يسوع دافع عنها. قال حاجة مهمة جدا، قال لهم إن مكان ما الإنجيل هيتجرس بيه هيتقال كمان عنها وهيتحكي عنها، تخليدا للحب اللي هي قدمته فعلا من قلبها. وفي نفس اليوم وفي نفس المكان يمكن كان في شخص تاني من القريبين من تلاميذ المسيح، يهوذا الإسخيروطي. خرج وقتها من الداري ومشي للناس اللي كانوا عايزين يقبضوا على السيد المسيح، وسألهم بمنتهى الوضوح اللي في الدنيا: هتدوني ايه مقابل ان اسلمه ليكم؟ 30 من الفضة، اللي كان وقتها تمن عبد. باع المعلم بمنتهى البساطة عشان نلاقي في اليوم ده واحدة كسرت قارورة والتاني كسر العشرة، واحدة سكبت حبها والتاني نزف خيانته، واحدة عرفت قيمته وواحد حسبها مكسب وخسارة. الفرق مش بس في التصرف، الفرق كمان في القلب. مريم كان قلبها مليان حب صافي وحب ناضج، حب مش مستني مقابل. ويهوذا قلبه كان مليان طمع. ساعات كان ممكن يكون شك، ساعات كان ممكن يكون اعتراض، لكن في النهاية كانت خيانة. يمكن ساعات بنقع في حتة يهوذا، مش شرط نبيع المسيح بالفلوس، بس يمكن ساعات نختار راحة أو كرامة أو شهوة بدل المسيح. بس يسوع لسه بيفتح بابه لكل واحد ناوي يعيش زي مريم، لسه بيقبل بالطيب، لسه بيفرح بالقلب اللي ينكسر يتسكب قدامه. في يوم الأربع من البصخة المقدسة، اسأل نفسك: أنت ناوي تكون مين فيهم؟ هل هتقدم أغلى ما عندك زي مريم، ولا هتحاول تطلع منه باللي ينفعك زي يهوذا؟ حاول النهاردة تفتح قلبك وتكسره عند قدميه، وسيبه هو يملاه بالريحة الحلوة، ريحة الطيب وريحة الحب الحقيقي.